انما من اهم الحاجات اللي احنا بنراجعها طبعا القطر. الحاجه الثانيه هي المواصفه المصنوع منها الحديد ده، او المواصفه اللي اتصنع على اساسها الحديد ده. طبعا دلوقتي الدارج في مصر هو البي 500 دي دبليو ار، وهو ده النوع الشائع استخدامه تقريبا في كل المشاريع. طب هو ايه معنى وجود الكلمه دي، او ايه معنى المواصفه دي، او ايه معنى الاختصارات اللي مكتوبه دي، وهل لو في لقينا حروف مختلفه او ارقام مختلفه ده معناه ايه؟ طبقا للكود المصري، هنا البي دي بيرمز ان الحديد ده هو المستخدم في اعمال الخرسانه المسلحه. ال 500 دي بترمز الى اجهاد الخضوع بالميجا باسكال. عندنا سي او دي، المفروض ان دي بترمز لدرجه المنطليه بتاعه الحديد. الحاجه اللي بعدها الدبليو. الدبليو دي بترمز هل الحديد ده ويلدبل، او الحديد ده قابل للحام، ولا الحديد ده غير قابل للحام. دي بتبقى يا اما مكتوبه دبليو، يا اما بتبقى موجوده مكانها داش او شرطه. داش او شرطه ده معناه ان الحديد ده غير قابل للحام. الدبليو الحديد ده قابل للحام، وفي الاغلب كل الحديد المستخدم دلوقتي في مصر هو ويلدبل. الحاجه الاخيره هي الار او البي، وهنا المفروض الار ده للاسياخ ذات النتوءات، او يعني الاسياخ اللي فيها بروزات، او بي للاسياخ الملساء زي الحديد الفاي 8. اي سيخ بيبقى املس ده كده هتلاقي الرمز بتاعه بي. طب هو مين اصلا قال ان احنا المفروض نستخدم حديد بي 500 دي دبليو ار؟ عندنا مرجعيتين بنستخدمهم في الموضوع ده. الحاجه الاولى هي مواصفه المشروع. في باب الخرسانه قسم الحديد هتلاقي المتطلبات بتاعه الحديد، فهتلاقي كاتب لك ايه النوع اللي عايزه من الحديد. والريفرنس الثاني هو اللوح الانشائي، دايما بيبقى مكتوب في التوصيات بتاعه اللوح الانشائي، او في الانستراكشن اللي بتبقى موجوده في اللوح الانشائي، بيبقى كاتب توصيه بنوع الحديد اللي المفروض نستخدمه في المشروع ده.